السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. نبدأ فيديو جديد. معانا طريقة الشيش طاووق، طريقة سهلة وسريعة جدا. ما بدأت معايا المكونات بتاعتها. نص كوباية زيت، دي معايا كوبايات صغيرة. والعصير ليمون 3 4 ليمونات كده، عصير ليمون. علبة زبادي صغيرة أو كبيرة حسب كمية الشيش معانا. ب3 معالق صلصة. اللي حابب يحط كاتشب ممكن، مستردة ممكن يتحط عادي. بس انا مش بحب المستردة عموما يعني. هحط المكونات كلها على بعضها. معانا التوابل: معلقة صغيرة زنجبيل، معلقة صغيرة توم باودر، معلقة صغيرة قرفة، كل حاجة منها صغيرة كده. كزبرة ناشفة، كمون، فلفل اسود، ملح، بابريكا. كل المكونات نخلطها ببعض. وبعد كده هغسل القطع البانيه معايا، قطع صدور الفراخ. جبت 4 صدور قطعتهم مكعبات صغيرة، وسط كده، ولا صغيرة ولا كبيرة. بدأت غسلتهم الأول وعصرت عليهم ليمونتين كده وركنتهم شوية، وبعد كده شطفتهم تاني شطفة أخيرة وحطيتهم في التتبيلة. الكلام ده كان من بالليل. أحسن شيش طاووق تاكلوه تتبيلة تكون من بالليل أو من أول اليوم كده لآخر النهار. بس أنا حبيت أعملها كده، كان بعد ما خلصت يومي والغدا والمطبخ وكله، قبل ما انام على طول عملت الخلطة دي وحطيتها في التلاجة لتاني يوم. بتبقى جميلة ولذيذة جدا. وحطيت برضو معلقتين صويا صوص. والمقادير ممكن اكتبها لكم برضو في صندوق الوصف. ده كان تاني يوم. حضرت معايا فلفل احمر واصفر واخضر. وعصيان الشيش حطيتها شوية في مية سخنة عشان ما تتحرقش معايا في الفرن. ومعايا طماطم صغيرة لو شيري برضو تبقى جميلة جدا. انا مش هقطع الطماطم ولا احطها متقطعة، لان لما بتشوي في الفرن او على البوتاجاز في الشيش طاووق بتبقى مهرية مش حلوة. انا سايباها صغيرة كده بس احطها في الاخر خالص. ومعايا برضو بصل ومقطعاه كده مكعبات صغيرة. بدأت كده احضرها، احط بصلايه والشيش والفلفل احمر اصفر على حسب الحاجه اللي موجوده قدامي، باخدها واشتغل بيها على طول. برصصها كده. العصايه بتاخد معايا 4 قطع صدور. والفلفل الملون والبصلايه والطماطميه من الاخر من فوق. وهبدأ ارصصه على الشبكه جنبي، حطاها على صينيه. هدخلها الفرن. هسويها بطريقتين: طريقه في الفرن وطريقه على البوتاجاز. هبدأ كده برضو هسيخ الشيش. بصلاية من تحت، وقطعة بانيه. هو بانيه او صدور يعني، وممكن قطعة من الاوراق برضو، بس دي صدور. دي انا جايباها 4 صدور ومقطعاها. وفلفل احمر واخضر واصفر وطماطمايه. هبدأ كده هفضل ارصص فيهم كده. الخلطة معايا الطبق اتملى كده تاني يوم لما طلعته، لان نزل سوائل من الفراخ، نزلت سوائل، فلقيت الطبق اتملى على الاخر. هبدأ بالشكل دوت لحد ما اخلص الكمية كلها اللي معايا. هسويه يعتبر بطريقتين. لطريقة اي حد في الفرن عادي، وممكن ما يكونش في حد برضو الفرن بتاعه مش شغال او حاجة، هنسويه بطريقة على البوتاجاز. بس الطريقة على البوتاجاز بصراحة بيبقى جميل جدا جدا في السوا. اللي في الفرن ما حبيتهاش قوي بصراحة. هبدأ برضو مستمرة في ترصيص الشيش لحد ما اخلص الكمية اللي معايا كلها. ما شاء الله الكمية معايا كتيرة. هما 4 صدور طلعت معايا الكمية دي كلها. لحد ما اخلص، وبعد كده هشوف اعمل ايه اللي بعده. ما تنسوش اللايك والاشتراك. جربوها بالطريقة دي، طعمها جميل جدا جدا. هنا كنت خلصت اول صينية وحطيتها في الفرن. حطيت شوية مية في الصينية من تحت عشان لما الصينية تسخن ما تتحرقش معايا. ودخلتها في الفرن دي على الشبكة. ودول كانوا الباقي معايا، حطيتهم برضو في الصينية دي، وهسويها على البوتاجاز بباقي الخلطة بتاعتها. دول كانت اخر خلطة في الطبق من تحت خالص. فضيتهم عليها مع شوية مية. وهبدأ احمر فيهم كده واسويها على البوتاجاز من فوق. جبت معايا كيلو رز بسمتي. شوية زيت مع قطعتين سمنة مع زبدة. هشوح فيهم مع ملح وفلفل اسمر بسيط جدا. مش هحط عليه اي لون دلوقتي خالص. اول ما يتشوح معايا هزود عليه 4 حبايات حبهان و4 قرنفل. هشيلهم برضو بعد التسوية خالص عشان ما يجيش تحت بق اي حد. وهديله مية سخنة
اول ما يبدأ يتشرب معايا ويدخل في السوا هحط له لون معايا. مش هياخد معايا اي بهارات تاني غير ملح وفلفل اسود واربع حبهان وقرنفل. واديله الميه، وبعد كده اما يخش في السوا هديله زعفران وكاري. انا حابه معايا يكون الرز ابيض كده. حبيت يعني ايه اغير كده، مش كل مره اعمله اصفر اصفر، فحبيت اعمله اختلاف المره دي. هيبقى حبايه لون وحبايه لون. والصينيه برضو قايده عليها بس موطيه عليها شويه. هنا زودت عليه ميه سخنه، بس الرز البسمتي بياخد ميه زياده. يعني الكيلو بياخد 4 كوبايات رز. نحط له زي 8 ميه. اول ما يبدأ يشرب معانا هشوف ايه، هحط له حبة الكركم والزعفران في الاخر. هنا كان الفرن شغال على صينية الشيش الاولانية، والكم واحدة اللي فضلوا معايا سويتهم على البوتاجاز من فوق. دي طريقة ودي طريقة، اللي حابب يجرب بالفرن براحته واللي على البوتاجاز برضو براحته. هنا كان الرز اتشرب معايا. هنا جبت معلقة مش معلقة يعني سنة زعفران بشوية مية ومعلقة صغيرة كركم. هرشه كده رش على الرز من فوق. الرز كده خلاص يعتبر دخل معايا في السوا، موطيه عليه خالص. هرش بس رشه من فوق، هيبقى ملون كده معايا، يبقى شكله حلو قوي. اسرع حاجه ممكن نعملها للولاد بيحبوها وخفيفه جدا. دي كده رشه من على الوش والزعفران برضو. كده يبقى الرز معايا ملون وحلو قوي. نقلبه كده، دخل يعتبر في السوا، موطيه عليه بس يتشرب يستوي اخر حاجه وخلاص. كده هغطي عليه واشوف اعمل ايه بعده. كل ده وبرده بس يعني والشيش بيستوي على البوتاجاز كده. بقلبها يمين وشمال عشان ما تتحرقش معايا، ولونها هيطلع حلو جدا. والسوا بتاعه تحفه، لان الزبادي معايا بيديله طراوه حلوه قوي، والصويا صوص بتعمل لها برده لون في التحمير جميل جدا. لو ما فيش زبادي ممكن لبن، ممكن لبن رايب. والليمون برده والحاجات دي بتخلي اللحم معايا طري جدا. هنا حبيت اغير من الكاتشب وسلطه الطحينه وكده. قلت اعمل لهم سلطه دقوس. معايا 3 طماطمات، 4 فصوص توم، كزبره خضراء، قرن فلفل رومي ممكن حار، ليمونتين، وشويه معلقه خل، وملح وفلفل وكمون. وهضربها وافرمها كده في الكبه. ده اختلاف شويه ايه عن السلطه الخضراء، عن سلطه الطحينه، عن الكاتشب. قلت دي برضو هتتاكل منها على على الرز، هتبقى جميلة جدا. كل حاجة يعني يعني نص معلقة صغيرة كمون وفلفل اسود ومعلقة ملح او نص معلقة ملح مع الطماطم والثوم والفلفل والكزبرة. كده كنت فرمتها، ومعلقة خل برضو معاها. جميلة جدا جدا لما بتتاكل مع الرز. انا بحب اغير لهم طريقة الاكل، وفي اختلاف شوية. بيبقى حاجة جديدة، وكمان بيشجعهم على الاكل. ما شاء الله كده كنت خلصت الاكل كله. ما شاء الله طالع جميل جدا جدا جدا. والرز طالع واحدة واحدة، لون ولون معايا. وسلطة الدقوس واللحم الشيش معايا مستوي تحفة بجد. اديته في الفرن تحميرة من على الشواية، من على الشواية من فوق. وكده كنت خلصت الحمد لله، وبألف هنا. تنسوش اللايك ودعوة لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم يا رب. والاشتراك في القناة. هنا كنت جبت رغيف شامي كده، نسحب سيخ كده شيش زي المطاعم. ما شاء الله جميلة جدا جدا. جربوها بالطريقة دي وهتعجبكم قوي. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.